قال ايه؟ فيتامين سي سيرم ما تستخدمهوش عشان هو بيطلع حبوب للبشره. انا جايه النهارده العب لكم في كل الثوابت. عارفين الرحله اللي انا اخدتها عشان اعالج بشرتي من الحبوب واوصل للبشره الجلو اللي انا كنت بحلم بيها؟ وقتها انا كنت حامل، فما كانش في اي حاجه امنه اقدر ان انا استخدمها ترجع تاني النضاره لبشرتي وتعالج اثار الحبوب غير فيتامين سي. بعد اذن حضرتك تعالي كده على جنب. فلو كان بيطلع حبوب للبشره كانت مستحيل بشرتي تتعالج وقتها. لو انت بقى جربتي قبل كده فيتامين سي سيرم وطلع لك حبوب في بشرتك، فده بسبب واحد، النوع اللي انت جبتيه كان معفن على الدغري كده، يعني حاطين مع الفيتامين سي مواد تانية بتسد المسام وبتطلع حبوب. اتنين، انك انت استخدمتي فيتامين سي غلط. تاني حاجه واللي ناس كتير جدا ما بتتكلمش عنها ولا عارفاها، ان الاسكوربيك اسيد اللي هو الماده الخام من فيتامين سي يا جماعه، واللي موجوده في معظم السيرامات، بيزود سرعه تجديد الخلايا. فانت ممكن تلاقي في اول فتره في استخدام فيتامين سي سيرم بدا يظهر لك شويه حبوب، اللي هي الحبوب اللي تحت الجلد، تكون كميه حبوب قليله. لكن لو الكميه كتيره فهيكون احنا في اول اختيار ان النوع اللي معاكي معفن. بس ما ينفعش ان انا اجي كحد فاهم في الكوزماتكس فورميوليشنز المواد الفعاله بصفه عامه اطلع اقول ان فيتامين سي كماده فعاله